السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني. ايه اخباركم؟ كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى شوفوا بعمل لكم اكلة بقى النهاردة جميلة وهتتبسطوا منها قوي. يلا تعالوا بس شوفوا هنا. نحمر بصل اهو. ماشي، هعمل لكم النهاردة بقى كشري على طريقة زوزو، وان شاء الله ان شاء الله هتجربوها كلكم لانها هتبقى احلى طريقة. هنا طبعا البصل احنا مقطعينه بصوا جوانح كده، شايفين؟ وهنحمره بقى من غير اي حاجه خالص، هو البصل اهو والزيت وشكرا على كده، مش حاطه عليه اي حاجه. ماشي، هي هنسيبه بقى كده ايه لغايه لما يتحمر. وهنا بقى هنا بنحمر التومه عشان نعمل الصلصه. عشان ايه؟ يعني الكشري كله بيخلص مع بعضيه يعني في وقت واحد. التوم اهو حمره. ماشي، وهنا حاطين ميه المكرونه اهي. ميه المكرونه بتغلي. بصوا المكرونه، انا جايبه مكرونه ايه، شايفين؟ حاطه مكرونه السباكيتشي اهي، وحاطه المكرونه اللي هي بتاعت الكشري الصغنونه خالص اهي، شايفين اهي. وحاطه المكرونه اللي هي الخواتم دي اللي هي الوسط. ماشي، بحب ان انا ايه يعني اشكل كده عشان يبقى شكله حلو في الاخر. هنحط بقى المكرونه تتسلق. بس هنسيبها بقى تتسلق، نقلبها بس تقليبه كده عشان ما تلزقش في بعضيها. ارفع التليفون عشان البخار. بس هنسيبها بقى تتسلق، تاخد ايه 10 دقايق يعني، نغطيها بس كده عشان تغلي. وهنا التومة اهي، التومة اهي هنخليها تتحمر تتحرق يعني ولا حاجة اهي بس كده، شايفين يا حبايبي؟ وبعدين هنحط عليها بقى ايه التكة بقى الحلوة دي، نحط عليها معلقة كزبرة. ماشي، حطينا معلقة كزبرة اهي على الثوم. وبعدين يا بنات مش هنحمرها قوي يعني، هنخليها ايه جولد كده يعني، خليها ذهب. ماشي اهي، شايفين؟ حبة الكزبرة بقى اللي حطيناها يخلي ريحتها ريحة الصلصة جميلة وطعمها جميل. ماشي الكلام. في تكة تانية هوريها لكم في الآخر خالص. ماشي، بص التومة لونها ايه، ما حمرناهاش على فكرة. بصوا هي بس صفاء يعني، بقت لونها ذهبي. بس هنحط بقى الطماطم عليها اهي. ماشي، وهنحط عليها حبة كمون، حبة كمون. هنحط عليها حبة فلفل أسمر. وهنحط عليها حبة ايه بابريكا اهي. بابريكا اللي هو الفلفل الأحمر الحلو يا بنات. بس ايه ونقلبها كده ونغطيها. احنا حاطين بقى طبعا ايه، احنا بندق التوم عشان انا بدق التوم في الهون يعني، مش بدقه في كبه ولا حاجه. فحطينا توم واحنا بنعمل واحنا بندق التوم، حطينا سوري ملح. بس هنغطيها بقى دي كده، شكرا على كده. وهنروح بقى ايه، شوف المكرونه، نقلب المكرونه. ارفع عشان البخار والتليفون اهي. المكرونه لسه اهي بتتسلق. غطيها بقى، مش هنغطيها كده خالص يعني، شويه كده عشان الحله ما تفرش. وبعدين هنيجي بقى نشوف البصل بقى هنا. نقلب البصله. هو بقى كل الموضوع في الايه، في البصله دي، هي اللي بتاخد وقت يعني غير الكشري. هو بيتعمل في ثواني يعني زي ما انتم شايفين كده،
الصلصه اتعملت، المكرونه بتتسلق، البصل بيتحمر، يعني ايه هو اللي بياخد وقت في التحمير. وخصوصا البصل الابيض ده يا بنات احلى حاجه بتعملوا بيها الكشري، اللي هو البصل الابيض بيبقى مسكر وبيتحمر، بيبقى مقرمش كده غير البصل الاحمر. بس هنسيبها بقى لما تحمر البصله شويه، يعني تحمر بقى تبقى ورد بقى. انتوا عارفين بصل الكشري بيبقى عامل ازاي، لازم تحمر وتقرمش كده. احنا مش حاطين، اتفقنا ان احنا ايه، في ناس يعني في ناس بيحطوا يقول لك ايه عصفار البصله بدقيق معرفش ايه. لا لا لا، انا مش بعمل كده خالص. اهو ادي البصل وادي الزيت اهوت، اهو شايفين يا بنات، بصل وشكرا والزيت وشكرا على كده. وبراحتها بقى خالص، براحتها خالص تتحمر براحتها. وبعدين نصفيها بقى من الزيت ونكمل بقى الزيت اللي هنا هو اللي احنا هنعمل بيه الرز والعدس. ماشي يا بنات. وهناخد منه حبه كده، حبه صغيرين نقلب فيها المكرونه عشان ما تبقاش لازقه ببعضها. ماشي، هرجع لكم تاني. المكرونه هي استوت اهي، هي هنصفيها دلوقتي. والبصل والصلصه هي اتسبكت يا بنات، شايفين الصلصه اتسبكت اهي، هنطفي عليها خلاص، خلصت. وهنا بقى ايه البصله شوفوا بقى، هي الوحيده اللي بتاخد ايه، اللي بتاخد بقى وقت عبال ما بتتحمر. وخصوصا ان ده بصل جديد، بس هي دخلت اهي في التحمير، عشان بعد كده هنحط بقى العدس والرز نسويهم ونبقى احنا ايه كده يا بنات، الكشري بتاعنا خلص. بس بعد بقى هوريكم بقى ايه بعد كده اما نيجي نحط الرز والعدس، هقول لكم برضو على تكات كده تعملوها علشان ايه الرز ما يعجنش منكم، عشان اهم حاجه الرز ما يبقاش معجن. ماشي يا بنات يا حبايبي، حطوا بقى اللايك، اللي وصل لحد هنا بقى يحط اللايك، واللي ما اشتركش يشترك، اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين. يلا شطوره شطوره، يلا فين اللايك يا شطوره انت وهي. يعني احلى طريقه واسرع طريقه للكشري يا بنات. اهو كده خلاص هنصفيها. هنا صفينا المكرونه، وحطينا ايه، حطينا بصوا حبه زيت صغننين خالص، تيجي معلقتين كده. ماشي يا بنات. ودول حبه ايه فلفل اسود، شوفوا عامل ايه في الاخر، دول حبه فلفل اسود مع الزيت. ماشي. هنجيب بقى المكرونه اللي احنا صفيناها، ارفع ايدك شويه. المكرونه يا بنات شايفين، هنقلبها بقى في الزيت والفلفل الاسود، هتبقى طعمها رائعه. بس جربوا الطبخه دي يا بنات وانتوا بتعملوا الكشري، هتلاقوا طعمه مختلف جدا. المكرونه اهي قلبناها في معلقه الزيت والفلفل اللي احنا حطيناهم. بس كده شكرا. كده المكرونه خلصت تمام. نغطي بقى عليها، نغطي على المكرونه ونقلب بقى ايه البصله. اخر حاجه ايه البصله اهي دخلت على التحمير. نبتدي بقى نعمل ايه دلوقتي على هي متتحمر، نبتدي نغسل الرز علشان ايه هنحتاجه بعد ما البصل يتحمر.
نعمل ايه بنات دلوقتي؟ شاطرين تقولوا لي ما بنعرفش نغسل الرز، كنت بتعرفوا تغسلوا الرز. نغسل الرز علشان البصله خلاص هتتحمر، عشان بعد كده ايه نحجم الرز. سيبه بقى يصفى كده من الميه بتاعته. دي المصفى اللي احنا كنا صفينا فيها المكرونه. انا ما عنديش حاجه في الحوض اهو، المواعين ما عنديش مواعين. مش يا بنات؟ خلوا الحوض بتاعكم على طول نضيف. نحط بقى البصل هنا بقى يا بنات. ايه انا غاسله العدس اهو، شايفين العدس اهو، انا غسلاه ونقعاه وعشان ايه يبقى جاهز للرز. ماشي يلا. بصوا يا بنات بقى البصله عشان ايه انا ايدي فيها بقى ما بقلب على طول. شايفين كلها هتبقى شكل يعني هتبقى لون واحد، مش هتبقى واحده محروقه وواحده بيضه والكلام ده. لازم وانت بتعملي البصله بتاعت الكشري لازم ايدك تبقى ايه تقلبي كده، تقلبيها كده على طول علشان يبقى كله لون واحد، يبقى شكله جميل وطعمه جميل في الاخر. ما تحرقيش البصله يا عروستي يا امورتي، ما تحرقيش البصله عشان ما تبقاش ممرره، خليها حمرا. ماشي يا بنات؟ كلكم شاطرين. بس انا بقى ايه هبقى مبسوطه قوي لو البنات اللي هم لسه ما دخلوش المطبخ اتفرجوا على طريقه الكشري ديت وعملوها. ياه هيعزموني اروح اكل معاهم بقى، عشان انا من عشاق الكشري. الناس مستصعبه عمايل الكشري. لا والله بالعكس، ده سهل جدا زي ما انتوا شفتوا كده، مفيش حاجه صعبه. تعملي الثوم وتحطي عليه الصلصه، وبعدين تحطي تسيبيه يتسبك، وبعدين تسلقي المكرونه. طبعا كلكم شاطرين بتعرفوا تسلقوا المكرونه، بس اهم حاجه ما تعجنوهاش. وادي البصله هي مقطعينها، بصوا جوانح اهيت وبنحمرها. هي دخلت على التحمير خلاص. هي 3 دقايق تاني ونشيلها. وهنا في صينيه هي محطوط عليها الصينيه. بصوا صينيه محطوط عليها الورقه اللي انا هطلع عليها البصل. ماشي هطلع عليها البصله دلوقتي عشان تصفي الزيت وتبقى مقرمشه. وهنا بقى مكان الحله دي اللي هي فيها البصل هنحط بقى ايه، هنعمل فيها الرز. نحط الرز والعدس هنا. شايفين يا بنات لونها جميل ازاي يا بنات؟ شايفين اللون جميل ازاي وموحد اهو. تكه صغنونه ونصفيها خلاص. البصل الابيض ده بيبقى حلو علشان البصل الابيض مسكر، بيبقى حلو في الكشري، بيبقى شكله حلو. لكن البصل اللي هو الاحمر لما بتيجوا تعملوا البصله بتاعت الكشري بيبقى بيسود عشان هو لونه احمر. يعني هو ما بيبقاش محروق ولا حاجه، بس هو بيبقى لونه مسود. لكن ده شوفوا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي يا بنات، صلوا على النبي. حطوا اللايك، حطوا لايك يا بنات بالله عليكم. حطوا اللايك، واللي ما اشتركش يشترك عشان يوصل لكم كل جديد. اهم حاجه ان انتوا تشتركوا وتفعلوا الجرس. دوسوا على الجرس كده الكل وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. حبايبي شايفين يا بنات البصله ورد الكشري. احنا بنقول عليها ايه؟ بنقول على البصله دي ورد الكشري. شايفين انا عماله اقلب ازاي؟ ايدي ما بطلتش. البصله دي هي والبشاميل لازم ايدك تبقى فيهم كده على طول. ماشي يا بنات؟ هنبتدي بقى دلوقتي نصفيها. شايفين يا بنات المقصوصه بتاعت امي الله يرحمها اهي، بنصفي بيها ايه، نطلع بيها البصله اهي. شايفين يا بنات؟ شايفين يا بنات الجمال؟ ولا محروق ولا غامق ولا اي حاجه خالص. شايفين؟ هنسيب بقى ايه الشويه دول، نحط عليهم ايه الشويه اللي في الحله دول. شايفين في شويه بتاع بصل اهو في الحله. هنروح حاطين عليهم ايه كده العسل. ماشي
المصفى دي يا بنات، المصفى دي بتاعت بتاعت حلة الضغط. المصفى دي بتاعت حلة الضغط اللي هي بتبقى جوه حلة الضغط، عشان يقولوا ايه ده بيقولوا ايه ده مصفى صغننة. دي المصفى بتاعت حلة الضغط. شايفين يا بنات عملنا ايه بقى؟ بعد ما حطينا حمرنا البصلة اهو، سيبنا طبعا يعني حبة صغننين مش كتير، وحطينا عليهم العدس. ماشي، هنحط بقى ايه دلوقتي عليهم؟ هنحط عليهم حبة كمون، حبة كمون اهو، ورقة لورا وقعت اهي شلناها، نحط حبة تاني اهو، ونحط حبة فلفل صغننين، حبة فلفل صغننين اهو. ماشي يا بنات، ونقلبهم بقى شوية كده اهو. وبعدين بقى ايه، نروح حاطين يا بنات الرز. طبعا العدس دوت مغسول ومنقوع، يعني هياخد سوا زيه زي الرز اهو. شايفين؟ هنحط بقى الرز اهو، ونقلب الرز مع العدس. شايفين؟ خلاص دي اخر مرحله في الكشك. حاجه بقى تاني هوريها لكم دلوقتي، نسيت ايه، نسيت اوريها لكم بس هوريها لكم حالا دلوقتي. خلاص قلبنا الرز مع العدس، نحط الملح بتاعه اهو، وحطينا طبعا كمون، وحطينا حبه فلفل اسود، نقلبهم كده مع بعض تشربوا من بعض، هتاكلوا احلى كشري، كشري زوزو. ان عجبكم قولوا لي وانا اعمل لكم عربيه كشري في الشارع. ان عجبكم قولوا لي وانا اعمل لكم عربيه كشري في الشارع ابدا بيها. ابو طارق كان عنده، عارفين يا بنات ابو طارق كان عنده عربيه كشري واقف بيها في الشارع. تعالوا دلوقتي بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك، شوفوا بقى وصل لغايه فين. والله كان عنده عربيه في الشارع واقف بيها في الشارع، كنا بنروح زمان ناكل من عنده ايام العربيه. بعدين بقى يا بنات هنعمل ايه؟ احنا قلبنا الرز مع العدس اهوت وشوحناهم مع بعض، هنروح حاطين بقى الميه اهي. شايفين يا بنات اهي الميه، اوعوا تزودوها لا تلبخوا ايه يطلع معاك. شايفين يا بنات شو جولي يا سندس، بصي يا سندس، المعلقه هي سندس. شايفه يا سندس كده هتبقى الايه، تبقى ميه الرز مظبوطه، بس وقعت اهي يا سندس. ده عايز ايه يا سندس؟ عايز ميه. طالما يا سندس انت وجولي المعلقه وقعت يبقى لسه عايز ايه؟ عايز شويه ميه اهو. حطينا شويه ميه تاني، هنجرب تاني، هنجرب تاني ونشوف اهو. شكرا، ثبتت المعلقه اهي. ظبطنا الرز، ظبطنا الرز يا بنات. عرفتي يا سندس انا كنت بقول لك ليه لو المعلقه وقفت كده هتبقى الرز الميه مظبوطه. شوفي لما كانت الميه مش مظبوطه راحت المعلقه واقعه ازاي يا سندس، حطينا شويه الميه ظبطت اهي. يعني كده بقى ايه يا بنات، خلاص اخر حاجه هنسيبه بقى يتشرب وبعدين هنسيبه يتشرب يا بنات، يغلي غلوه، وبعدين نوطي عليه يعني لما يتشرب، وبعد كده بقى ايه نوطي عليه خالص خالص. ماشي يا بنات يعني اهو كده بقى هو لسه مغليش يعني. هنا بقى ايه، شايفين البصل يا بنات؟ سامعين الصوت يا بنات؟ سامعين يا بنات الصوت؟ سامعين؟ سامعين يا بنات؟ شايفين يا بنات الورد يا بنات؟ شايفين؟ ايه رأيكم؟ ايه رأيكم يا بنات؟ دي بقى انتوا عارفين المقصوصة دي؟ شايفين المقصوصة دي؟ شايفين؟ شايفين يا بنات المقصوصة دي بتاعت مامتي؟
الله يرحمها. شايفين اهي المقصوصه دي بتاعت مامتي. شوفوا يا بنات انا ما بحبش، انا عندي حلل يعني اللي التانية مش، بس انا بحب الالمونيا، ما بحبش اعمل في اي حاجه غير الالمونيا. لكن عندي يعني عندي انواع تاني اهو يا بنات. شايفين عندي الانواع دي كده شايفين، بس ما بحبش انا الا ايه الا الالمونيا. شايفين يا بنات اهو عندي تاني، بس مش بحب اعمل الا في الالمونيا. شايفين اهو ما بحبش الا الالمونيا لحسن تقولوا ايه زوزو. بس انا بقى جايبه البنش سيراميك وجرانيت والحاجات اللي طالعه الجديده دي وستانلس والحاجات دي. شايفين يا بنات البصله؟ حد يقول لي بقى سامع صوت القرمشه ولا لا؟ سامعين يا بنات؟ سامعين يا بنات؟ شفتي؟ شايفين اللون يا بنات؟ حد يعرف يعمل البصله بتاعت ماما زوزو دي؟ حد يعرف يعملها؟ اهي بس كده نركن على جنب. بصوا يا بنات طبعا ايه الكشري لازم يتحط له ايه، يتعمل له ده توم اهو مدقوق، نحط عليه ليمون، نعصر عليه ليمون اهو. ماشي يا بنات، نعصر ليمون اهي. دي بقى الدقه اللي هي ايه، تبقى كده طعمها جميل كده وتخلي الناس تاكل الكشري بنفسها كده اهي. ليمون وملح، ماشي، ليمون وملح، وادي حبة خل صغننين اهم. شايفين حبة خل صغننين، معلقة يعني، معلقة خل، ماشي. وبعدين هنحط عليهم ايه، هنحط عليهم يا بنات حبة كمون اهي، وحبة كزبرة ناشفة. هي الدقة دي بتتعمل كده، ماليش دعوة انا، هما اللي بيعملوها كده، ماشي. حبة فلفل صغننين خالص، ربع معلقة، ماشي. وبعدين هنحط بقى عليهم ايه، هنحط عليهم مية مغلية. شايفين يا بنات؟ هنحط عليهم ميه مغليه عشان ما نحطهمش على النار، ما نسويهم. في ناس بتسويهم على النار، هي المفروض ان الدقه ما بتتسواش على النار. ماشي يا بنات اهي، اهي شايفين كده الدقه ايه بتاعه الكشري. توم وملح وكمون وفلفل وليمون وخل وحبه وميه مغليه، ماشي. نيجي بقى هنا، شايفين الصلصه اللي انا كنت عاملاها، خدت منها حطيت شطه اهي، حطيت معلقه شطه اهي تحت اهي، شطه اهي، ورحت ايه مقلبه عليهم ايه الصلصه. يبقى ادي احنا عملنا الصلصه وعملنا ايه الشطه وعملنا الدقه. شايفين اهو. نخلص بقى بقيه الكشري. تعالوا بقى ايه اوريكم الرز وصل لحد فين. الرز، رز الكشري اهو اتشرب اهو، شايفين شرب الميه بتاعته اهو، ريحته روعه، رائعه رائعه رائعه، يا ريتكم كنتوا تشموا الريحه. شايفين يا بنات شرب الميه بتاعته اهو. هنوطي عليه بقى خالص زي الشمعه، ونسيبه بقى ايه بالكتير قوي 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 12 دقيقه اهو. خلاص هو كده مفيش حاجه خالص خالص خالص، خلصنا. بصوا المكرونه اهي، المكرونه اهي عملناها وحطيناها حطينا عليها الزيت. وهنا الصلصه اهي، الصلصه اهي اتعملت وخلصت اهي. شايفين يا بنات الصلصه؟ شايفين شكلها جميل ازاي وتقيله بقى، مش خفيفه. وعملنا الدقه وعملنا الشطه. الرز لما يتشرب وبعد كده بقى ايه اغرف لكم واوريكم. بصوا يا بنات الرز بقى بسم الله ما شاء الله طفينا عليه. بصوا يا بنات مفلفل ازاي، شايفين هو كده خلاص استوى، طفينا عليه. شايفين هنغرب بقى بسم الله. شايفين يا بنات كل رزايه ملهاش دعوه بالتانية. شايفين والعدسه اهو سليمه اهو مية مية. شايفين يا بنات اهو. نعمل بقى ايه، نغرب بقى الطبق
نحط بقى المكرونه. شايفين يا بنات؟ تعالوا بقى نحط بقى ايه الصلصه يا بنات اهي. دي صلصه اللي هي الطماطم يعني اللي احنا عملناها صلصه الكشري. ماشي يا بنات؟ اهو ماشي. بعدين هنحط بقى ايه البصل. شايفين يا بنات البصل مقرمش وجميل اهو. ادي الكشري بتاع. بصوا بقى يا بنات، احنا بقى طبعا في محل الكشري بيعملوا في اطباق كده، الاطباق اللي هي الستانلس دي. ماشي. هجيب لكم بقى طبق ايه عشان تعيشوا بقى تعيشوا بقى الحياه اكنكم بقى في محل الكشري. ماشي. ادي محلات الكشري بيغرفوا في الاطباق اللي هي الستانلس دي، ايا كان المحل هو فين بيغرفوا ايه في الستانلس ده. انا قصدت يعني ان انا ايه اعيشكم الجو بتاع محل الكشري او عربيه الكشري. ماشي اهو. حط بقى الصلصه اهي، الصلصه عليه كده. بعدين تعالوا بقى نروح نحط ايه، نحط بقى الدقه دي طبعا على حسب اللي عايز يحط كل واحد بيحط اللي هو عايزه. ماشي. ودي الدقه اهي. ماشي يا بنات. شفتوا يا بنات؟ شفتوا الكبشه بتاعتي الجميله دي؟ شايفين صغنونه؟ شايفين صغنونه قد ايه؟ شايفين يا بنات؟ شايفين صغنونه خالص اهي؟ شايفينها؟ ايوه. شايفين يا بنات؟ شايفين يا بنات الكبشه النونه الصغنونه دي بنت الكبشه الكبيره، مامتها اهي. شايفين يا بنات؟ دي مامتها اهي. شوفوا يا بنات، دي قد ايه ودي قد ايه؟ شايفين دي قد ايه ودي قد ايه؟ الام وبنتها. شايفين يا بنات؟ نحط بقى البصله. نحط البصل على الطبق اهو. احلى طبق كشري، احلى طبق كشري هتاكلوه. شايفين يا بنات؟ ما شاء الله. سخن. حط بقى المكرونه. شايفين المكرونه يا بنات سايبه بعضها ازاي؟ مش عندي حاجه بتلزق في بعضيها. شايفين يا بنات؟ مش عندي حاجه بتلزق في بعضيها. عارفين ليه؟ لما تعملوا الحاجه مظبوطه بقى وعلى حق وتعملوها على اصولها ما ما تتعجنش منكم. اهو نحط الصلصه اهو. نحط الصلصه. الشطه بقى ايه محطومه موجوده، الشطه موجوده اهي. اللي عاوز يحط اهي الشطه اهي يا بنات. شايفينها؟ دي الشطه اهي. شايفين اهي؟ دي الشطه. ودي صلصه يا بنات، اللي عاوز يزود تاني ايه يزود. ماشي. ونحط بقى ايه حبه البصل هنا اهو. نحط حبه البصل اهو يا بنات. شوفوا البصل يا بنات. بصوا يا بنات البصل عامل ازاي اهو. شايفين؟ شايفين؟ شيبس، بصل شيبس. ونحط برضو هنا الدقه اهي. ماشي اهو. والشطه بقى على حسب الرغبه، اللي عايز يحط شطه يحط. يلا اذا عجبكم الفيديو بتاعي، اذا عجبكم الفيديو بتاعي حطوا لي اللايك، واللي مشتركش في القناه يشترك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويا رب يكون الكشري بتاعي عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.